في يوم وأنا ماشية على البحر شفت منظر خلاني بجد حزينة جدا، وخلى دماغي تفكر بشكل مش طبيعي. سلحفاة صغنونة ملفوف حوالين رقبتها كيس بلاستيك، كأن حد بيخنقها ببطء وهي مش قادرة تعمل أي حاجة. وقفت مكاني وفضلت أبص عليها، وكان كل اللي في دماغي هو احنا ليه بقينا كده؟ ليه بقينا بنرمي كل اللي في ايدينا وخلاص؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ الكيس البلاستيك اللي في ايدك ده اللي ممكن ترميه في ثانية، ده ممكن يعيش على الأرض دي أكتر من 1000 سنة، يعني أكتر مني ومنك. ممكن يعدي أجيال ورا أجيال ورا أجيال ويفضل لسه موجود، بيأذي بيخنق بيشوه منظر كل حاجة حوالينا. البلاستيك ده مش بيتحلل بسهولة، وده لأنه مصنوع من مواد قوية زي البولي بروبلين والبولي إيثيلين. الحاجات دي بتتقفل كده عن نفسها وكأنها رافضة ترجع للطبيعة، وده بيخليها تفضل موجودة معانا على الأرض لسنين طويلة. في الوقت اللي كل الناس بتحاول تلاقي حلول زي إعادة التدوير أو تقليل الاستخدام، وده طبعا صعب جدا، أنا جاتلي فكرة مختلفة. مش لازم نستنى لما البلاستيك يتصنع ونفكر بعدين نرميه فين أو ندوره إزاي. طب ما نشتغل على البلاستيك نفسه من البداية. طب إزاي؟ نعدل فيه ونخليه يتحلل أسرع، نخليه ما يعيش للأبد. الفكرة بقى إننا وإحنا بنصنع البلاستيك نضيف له مواد اسمها المواد الحفازة. المواد دي ممكن تكون حاجات بسيطة زي حمض الكبريتيك أو أيونات الحديد، أو حتى إنزيمات طبيعية زي الأميليز والبروتايز. دي مواد دورها إنها بتسرع التفاعل الكيميائي اللي بيخلي البلاستيك يتحلل. يعني بدل ما البلاستيك بياخد 1000 سنة علشان يتحلل، ممكن ياخد 100 سنة ويمكن كمان أقل. وده بس مش هيقلل كمية التلوث اللي حوالينا، لأ ده كمان هيحافظ على حياة الكائنات البحرية اللي كل يوم بتموت بسبب كيس أو إزازة مرمية في البحر. عارف يعني إيه 13 مليون طن بلاستيك بيروحوا البحر كل سنة؟ ده رقم مرعب قوي، ولو سيبنا الوضع زي ما هو الرقم ده هيزيد والكوكب مش هيستحمل. البحر مش بيتنفس بس السمك اللي فيه بيتسمم، واحنا في الاخر اللي بناكله. يعني البلاستيك اللي بنرميه ده بيرجع لينا على هيئة مرض أو سم أو خطر. الفكرة اللي بقولها دي مش خيال علمي ومش محتاجة تكنولوجيا خارقة، هي محتاجة بس إن المصانع تبدأ تضيف المادة الحفازة في أول مراحل التصنيع. لما بيتم إذابة حبيبات البلاستيكية، كل اللي بنعمله إن إحنا بندخل عنصر بسيط بيغير النتيجة بالكامل. تخيل لو المصانع بقى بدأت تطبق الفكرة دي، الكيس اللي بيتصنع النهاردة بعد 1000 سنة هيتحلل ويمشي في حاله، مش هيفضل عايش في البحر بيأذي الكائنات البحرية. وكل سنة هنقلل من 13 مليون طن مثلا ل 12 مليون ل 10 مليون. وممكن على حلول سنة 2030 ما يبقاش فيه أي بلاستيك في البحر، ونحمي البيئة وننقذ الكائنات البحرية ونعيش في عالم أنظف. لأن كل حاجة حوالينا بقت متشبعة بالبلاستيك، من أول الأكل اللي بناكله لحد الهواء اللي بنتنفسه. لازم إن احنا نتحرك. مش لازم نكون علماء ولا لازم يكون عندنا معامل ولا لازم يكون عندنا إمكانيات رائعة ولا مليارات ولا ملايين، بس لازم إن احنا نكون واعيين ولازم نفكر بطريقة مختلفة. أنا فكرت في الفكرة دي وأنا قاعدة عادية، كنت بحل قطعة قراءة في مادة اللغة العربية وبتتكلم عن التلوث البيئي، وجمعت معلومات بسيطة وبقيت إن أنا قاعدة بدور وببحث، مش قاعدة مثلا في معمل ولا وسط مهندسين ولا كيميائيين. بس لما شفت الكارثة اللي بتحصل قدام عيني حسيت إن أنا لازم أقول الحاجة دي، حتى لو قدرت أفكر في الحل البسيط ده. أكيد في ناس كتيرة ممكن تضيف وتطور وتنفذ، بس لازم يسمعوا الكلام ده في الأول. في مصانع كتيرة بتنتج ملايين الأكياس والزجاجات كل يوم. طب لو المصانع دي بدأت تضيف مادة حفازة بسيطة على خط الإنتاج، هل ده هيكلفهم كتير؟ ممكن لأ، بس الأكيد إنه هيغير كتير، هيغير مصير البلاستيك في العالم، هيغير مصير البحر وهيغير مصير أطفالنا اللي جايين وأحفادنا. تخيل الأرض بعد 100 سنة من دلوقتي لو الفكرة دي اتنفذت، هنلاقي إن البحر بقى أنظف والحيوانات البحرية أقل عرضة للخطر والناس صحتها أحسن. إنما لو سكتنا هنسيب ورا ظهرنا جبل من البلاستيك بيزيد كل سنة وبيخنق كل كائن حي حواليه. الموضوع مش كبير قوي، بس كبير في تأثيره، وكل فكرة بتبدأ من قلب حد حاسس بتوصل حتى لو اتأخرت شوية. الفكرة دي مش بتدور حوالين البلاستيك بس، لأ دي بتدور حوالين وعينا وإحساسنا ومسؤوليتنا. كل حاجة حوالينا إحنا السبب فيها. حتى لو غيرنا الطريقة اللي بنفكر فيها، ممكن نغير حاجات كتير حوالينا بدون ما نستنى قانون أو جهة مسؤولة أو حد يفرض علينا ضرائب أو حتى عقوبات.
وفي النهاية الفكرة دي مش مجرد كلام في الهوا ولا بس نظرة حزينة على سلحفة بتختنق. الفكرة دي رسالة لكل واحد فاكر إن الكيس اللي بيرميه في ثانية ده مش بيكمل معاه باقي عمره. رسالة لكل مصنع ولكل مسؤول، لكل إنسان بسيط شايل في إيده كيس بلاستيك. افهم بقى إنك أنت الشريك، شريك في التغيير أو شريك في الكارثة دي. مش لازم نكون علماء علشان نحل المشكلة، ومش لازم نكون ناس مشهورين علشان نأثر في العالم. إن إحنا نبدأ بفكرة، بإحساس، بخطوة، هي دي بداية النجاح. ويمكن الكيس اللي كنت هترميه ده يبقى بداية لإنقاذ الكوكب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.